كولر كالعادة بيضيع النادي الأهلي وبيضيع 3 نقط مهمة جدا جدا من النادي الأهلي قدام نادي بيراميدز، وده بعد طرد أحمد توفيق في الدقيقة حاجة و30. أحمد توفيق فرق جدا مع نادي بيراميدز، لكن كولر كالعادة معرفش يتعامل مع الماتش ومعرفش يستغل الطرد ده كويس، ومعرفش يستغل الطرد لصالح النادي الأهلي. عايز اقولك ان السبب الوحيد والاول والاخير في تعادل النادي الاهلي قدام بيراميدز وان النادي الاهلي يرجع للماتش مره تانية هو جماهير النادي الاهلي اللي كانت موجوده في الاستاد. الجماهير كانت موجوده بكثافه، يعني كولر معرفش يتصرف مع الماتش رغم انه بيلاعب المنافس الاول ليه على الدوري نادي بيراميدز القوي جدا جدا واللي عنده سكواد كبير جدا جدا، الا ان كولر برضه معرفش يتعامل مع المباراه دي ومعرفش يستخدم اوراقه صح ومعرفش يوظف اللعيبه صح. ولو ركزت مع جماهير النادي الاهلي اللي كانت موجوده في المدرجات بعد الهدف الاول لبيراميدز، جماهير النادي الاهلي قلبت المدرجات. يعني تقدر تقول كده ان جماهير النادي الاهلي ولعت الدنيا، لكن مفيش فايده في كولر. تقدر تقول ان جماهير النادي الاهلي هي اللي رجعت لاعيبه النادي الاهلي مره تانية للماتش بالتشجيع الحماسي الكبير جدا جدا. جماهير النادي الاهلي رجعت اللعيبه للماتش تاني وخلت اللعيبه تركز اكتر وخلت اللعيبه تضغط اكتر واكتر. والمفروض اول ما حصل طرد احمد توفيق لاعب نادي بيراميدز كان كولر اتدخل في الوقت ده وكان زود هجوم النادي الاهلي وكان ضغط اكتر واكتر، لكن كولر ما عملش كده. ورغم ان كولر نزل عمر كمال عبد الواحد واللاعب الجديد اللي هو المهاجم المجري ده تقريبا، الا ان كان قفشه لازم ينزل في الوقت ده علشان قفشه يقدر يمشي الماتش، لان قفشه كل تمريراته حاسمه وبيعرف يتعامل في المساحات الضيقه وكان هيشغل الجناحين والمهاجم. وكمان في نقص عددي، يعني كان هيبقى في مساحات كتيرة جدا جدا قدام قفشه، لكن كولر برضه ما عملش كده. قفشه اول ما نزل عمل ثرو باص لامام عاشور زي ما الكتاب بيقول في مساحة ضيقة جدا جدا، لكن امام عاشور ضيعها. يعني تخيل يا عزيزي لو قفشه كان نزل من اول الشوط الثاني كان ايه اللي جرى في الماتش ده؟ كان الماتش قلب بنسبة 360%. يعني قفشه كان هيقدر يعمل فاولات، يعمل اوفرات، يعمل تمريرات في المساحات الضيقة، يعمل شغل كبير جدا. لكن كولر ما عملش كده وخلى قفشه لاخر ربع ساعه. عايز اقول لك ان ديفندرات النادي الاهلي الثلاثه اللي كانوا بيلعبوا، يعني مروان واكرم توفيق وندفت، ما كانوش بيلعبوا كوره، كانوا بيجروا وخلاص. يعني تقدر تقول كده بيحلقوا على لعيبه بيراميدز، لكن اللعب لا. يعني كولر لو كان خرج واحد من اللعيبه الثلاثه دول ونزل قفشه من اول الشوط الثاني كان الدنيا اتقلبت وكان الماتش اتغير خالص لناحيه النادي الاهلي، خصوصا مع جماهير النادي الاهلي العريضه اللي كانت موجوده في المدرجات. تمريرة جميلة جدا في مساحة لمحمد حمدي بيلعبها بالعرض، بيقابلها رامي ربيعة بيحرز الجون الأول في نفسه وبيحرز الهدف الأول لنادي بيراميدز. ومع بداية الشوط الثاني محمد هاني بيسحب رجل إبراهيم عادل وبتتحسب ضربة جزاء بيسجلها مصطفى فتحي على شمال محمد الشناوي. بعدها بمفيش قدر رامي ربيعة يصحح خطأه الأولاني بتاع الشوط الأول ويحرز الهدف الأول للنادي الأهلي. والمدرجات بتشتعل وبتولع نار، يقوم النادي الاهلي بعدها بمفيش يحرز الهدف الثاني. هنا كولر بقى لو كان مركز كان نزل مجدي قفشه، كان قلب الدنيا وقلب الماتش واستغل المساحات البينيه، لكنه برضه ما عملش كده. واوعى تنسى دور حسين الشحات في هدفي الاهلي. الفضل الاكبر يرجع في جونين النادي الاهلي لحسين الشحات اللي عمل اوفرين ولا اروع. ويفضل الماتش رايح جاي رايح جاي كده لحد ما تيجي ضربة جزاء النادي الأهلي اللي في ناس كتير اختلفت عليها. ناس بتقولك صح وناس بتقولك غلط، بس ده مش موضوعنا. المهم دخل إمام عاشور لعبها كويسة جدا جدا جدا، لكن كان فيها عصبية زايدة، وإمام عاشور لو كان أهدى من كده كان أحرزها. لحد الماتش ما بيروح في الآخر للتعادل الإيجابي 2-2، ويفضل نادي بيراميدز في المقدمة ونادي الأهلي صاحب المركز الثاني. هرجع تاني واقول لك ان جماهير النادي الاهلي لها فضل كبير جدا جدا في التعادل، وجماهير النادي الاهلي على فكره مش زعلانه من التعادل ده، لكن برضه زي ما قلت لحضرتك كولر يتحمل جزء كبير جدا جدا من النتيجه دي لانه معرفش يتصرف ويتعامل مع الماتش كويس. كان معاك اخوك الزمهلاوي، لو عايز تشوفني تاني اضغط لايك ومتابعه.